واش في خبرك اخي المؤمن بزاف ديال الناس كتسمعهم كيقولوا واليهود قبال من المسلمين في الارض وكذا. لا، الدين ديال النصرانيه هو النصارى جات قبل الاسلام عاد جا البارح. اش كتخربق دابا انت؟ خطا. ما كاينش شي دين ارتضاه الله عز وجل للبشريه من غير الاسلام، من لدن ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الانبياء جاوا بالاسلام. قال سبحانه وتعالى: ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. من البعثه ديال محمد صلى الله عليه وسلم حتى القيام الساعة أي واحد سمع بالرسالة اللي جا بها محمد صلى الله عليه وسلم، سمع بالإسلام وما آمنش كافر. قلت لك سمع بالإسلام، ماشي الناس اللي عايشين في منعرفين عمرهم سمعوا بالدين، أو الأطفال اللي دول البلوغ من الأطفال الكفار، هذوك كيتسموا أهل الفترة، يوم القيامة عندهم امتحان. أنا قلت لك أي واحد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما آمنش به كافر، كان يهودي ولا نصراني شغلوا هذاك. أما اللي لحيت تكفيرين، حنا خايت تكفيرين اللي في القرآن كنقولوه واللي في السنة كنقولوه. شكون هما اليهود الحقيقيين اللي غيدخلوا الجنه؟ هما اليهود اللي امنوا مع الانبياء ديالهم، هذوك كيتسموا مسلمين غيدخلوا الجنه. شكون هما النصارى الحقيقيين اللي غيدخلوا الجنه؟ هما اللي امنوا بعيسى عليه السلام. اي واحد تبعث فيه شي نبي وامن به كيدخل معاه الجنه، كيتسمى مسلم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الشرائع، القرآن نسخ جميع الكتب السماوية. والدليل على أن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام هو قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات هما اللي عندهم بزاف ديال الأمهات وأب واحد، والإخوة الأخياف هما اللي عندهم بزاف ديال الآباء وأم واحدة، والإخوة الأشقاء هما اللي من أب واحد وأم واحدة. رجعوا للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دينهم واحد الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأمهاتهم شتى يعني الشرائع ديالهم مختلفة. الشريعة ديال محمد صلى الله عليه وسلم ماشي ديال عيسى، ماشي ديال موسى، ماشي ديال نوح، ماشي ديال إبراهيم إلى آخره. والدليل على أن جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام من القرآن هو قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام كان مسلما، أول رسول أرسل للبشرية بعد ما وقع الشرك في الأرض هو نوح كان مسلم. إبراهيم عليه السلام أب الأنبياء، قال سبحانه وتعالى حكاية عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل، قال سبحانه وتعالى حكاية عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد وإله آبائك إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوسف عليه السلام ولد يعقوب، قال سبحانه وتعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. موسى عليه السلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سليمان عليه السلام، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. عيسى عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الجن ما عندهمش شي دين غير الإسلام. الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الإسلام: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
لا قال اليهود النصارى لا الكفار كيديروا الخير وما عندهمش شرط الايمان. شرط الايمان باش تدخل الجنه فين هو؟ ان الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ان الذين كفروا وماتوا هم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اليهود النصارى، اليهود من التهود يعني من التوبة، إن هدنا إليك يعني إن تبنا إليك. وقيل إنهم من يهوذا الابن الأول ديال يعقوب عليه السلام. وقيل من التهود يعني من التحرك، ملي كانوا كيقراو التوراة كانوا كيبقاو يتحركوا. والنصارى من الأنصار، نحن أنصار الله. وقيل أنهم نزلوا قرية تسمى الناصرة. أما الدين هو الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله.